السلام عليكم، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو نتوما في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم بريوات بالعجينه ديال المسمن بواحد الطريقه اللي كيجيو رائعين ولذاذ، بواحد الحشوه كتجي لذيذه. نتمنى انكم تجربوا الوصفه وتعجبكم. اذا عجبتكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم. ما نطولش عليكم، نخليكم على الوصفه والمقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للحشوه، في مقلاة فوق النار وضعت معلقه كبيره الزبده، ضفت لها القليل من زيت الزيتون، وضفت لهم كذلك بصله كبيره مشلضه قطعه قطع صغيره شحرتها مزيان، وضفت لها صدر الدجاج اللي قطعته قطع صغيره. كذلك عندي الحبار او الكالامار، كيتشحر لينا الدجاج مع البصله وكنضيفوا لهم الكالامار قطع صغيره. بالنسبه للدجاج والكالامار اخواتي كيبقى على حسب اللي متوفر عندكم، كنشحروهم مزيان. فعندي هنايا واحد الخليط رائع اخواتي، عندي القزبر والمعدنوس كناخذوه كنوضعوه في الهاشوار اولا في الخلاط الكهربائي اللي كنطحنوا به العصير. كنضيف ليه واحد المقدار ديال الثوم، وكذلك كنضيفوا ليه سكنجبير طري. كنطحنوا الخليط كنوضعوه في واحد القرعه ديال الزيت كما كتشاهدوا، وكنغطيوه بالزيت وكنحتفظوا به في الثلاجه. تيكون واجد عندنا الوقت اللي كنبغيو نحضروا شي وصفه كناخذوا منه. ضفت انايا حبه صغيره ديال الفلفله حمراء مقطعه قطع صغيره كنشحرو مزيان. وعندي هنا ضامه ديال الحوت كنضيفوها، اللي ما بغاش يضيفها ما يضيفهاش، غير هي كتعطي واحد اللذه للحشوه ديالنا. وغنضيفو التوابل ديالنا، كنضيفو الملح على حسب الذوق، نص معلقه ديال البزار، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال التحميره، وعندي القليل من القزبر يابس مطحون كنشحرو مزيان حتى كتنسجم لينا العطريه ديالنا مع المقادير الاخرى. عندي هنايا تقريبا ربع حامضه مرقده، وعندي الخيار مخلل القليل فقط كنقطعوهم قطع صغيره وكنضيفوهم، وعندي صلصه الصوجا وكنشحرو مزيان، وعندي هنايا الزيتون الخضر اللي قطعته قطع صغيره كنضيفوه كنشحرو مزيان، وعندي الشعريه الصينيه كنا كنعرفوا كيفاش كنحضروها. كنرطبوها في الماء طايب وكنصفيوها ونقطعوها قطع صغيره، وكنضيف معلقه صغيره ديال الهريسه كتبقى على حسب الذوق. كنشحرو مزيان حتى كتنسجم لينا الشعريه ديالنا مع المكونات الاخرى، كتكون الحشوه ديالنا واجده. ندوزو ان شاء الله للعجين. بالنسبه للعجين عندي 400 غرام ديال الدقيق الابيض ما يعادل 4 ديال الكيسان ديال العنبه، وعندي 100 غرام ديال الفينو او دقيق السميد الناعم. كنخلطوا الدقيق ديالنا مزيان، كنضيفوا ليه معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السنيده، وغنضيفوا كذلك معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه الخميره الحلوه، وغنضيفوا 3 ديال المعالق كبار ديال الزيت النباتيه. وكنجمعوا العجين ديالنا بالماء البارد من الصنبور كما كتشاهدوا. كنجمعوا العجين ديالنا وكندلكوها غير واحد شويه، حيت ما نحتاجوش اننا ندلكوها لان غادي نوضعوها في واحد الكيس بلاستيكي ونخليوها ترتاح كتدلك راسها براسها كما كتشاهدوا اخواتي. كنحصلوا على واحد العجين اللي كيكون لين ومتماسك في نفس الوقت. كندهنوه بالزيت النباتيه، كندهنوا العجين ديالنا بالزيت كما كتشاهدوا، وغنوضعوه في الكيس بلاستيكي. فجربوا هذا العجين اخواتي، راه كيجي رائع، تقدروا تعتمدوه يعني في المملحات ديالكم. كنخليو العجين ديالنا ترتاح باش ما خليناها مده طويله الا كتعطينا نتيجه مزيانه. فبالنسبه لي انا خليتها تقريبا شي 60 دقيقه. خليت العجين ديالي ارتاحت كما كتشاهدوا، وحيدتها يعني من البلاستيك، وكنشكلها على شكل كرات متساويه الحجم.
وفي هذه المرحله اخواتي يعني كنشكلوا الكرات ديالنا يعني بلا ما ندهنوهم بالزيت باش ملي نجيو نطلقوهم ما يعذبوناش. يعني كنشكلوهم كندهنوا واحد البلاطو بالزيت وعاد كندهنوا الكرات ديالنا كما كتشاهدوا كنوضعوهم في البلاطو. فبعد ما كملت التشكيل ديال الكرات ديالنا كنغطيوهم كما كتشاهدوا كنغطيوهم بالبلاستيك وغنخليهم جانبا يرتاحوا. نخليهم تقريبا من 10 حتى 15 دقيقه يرتاحوا ونتلاقاو ان شاء الله. فهنا اخواتي بعد ما ارتاحوا الكرات ديالنا كناخذوا الكره الاولى اللي سبق لينا شكلنا والكرات الاخرى كنخليهم مغطيين جانبا. كنوضعوا الكره ديالنا فوق سطح العمل. عندي هنا اخواتي الزبده، خديت انا هنا الزبده ديال البواطه كتكون بدرجه حراره المطبخ، وعندي هنا الزيت باش غادي ندهنوا سطح العمل. يعني كندهنوا بالزيت وكنطلقوا الكره ديالنا كنحاولوا نطلقوها على شكل مربع كما كتشاهدوا. نطلقوها تكون رقيقه باش كيجيونا المسمنات ديال عفوا البريوات ديالنا كيجيونا مرقين. كناخذوا الزبده وكندهنوا بها العجين ديالنا كما كتشاهدوا وكنقطعوها للشرائط. انا مشاريه داك المقطع اللي قطعت فيه كنقطعوها للشرائط وكنطويو البريوات ديالنا بهذه الطريقه اللي كتشاهدوا. يعني هاد الكميه ديال الدقيق اخواتي كتعطينا واحد الكميه وفيره ديال هاد البريوات كما كتشاهدوا ساهلين في التحضير. يعني كنشكلوا البريوات ديالنا وكنوضعوهم في صفيحه ديال الفرن اللي كان انا دهنتها بالزيت اولا تفرشوا ليها ورق الطهي وكنستمر بنفس الطريقه كما كتشاهدوا اخواتي. فبعد ما كملت تشكيل البريوات ديالنا خديت حبه البيض ضفت ليها القليل من صلصه الصوجا والقليل من البابريكا وكندهنوا البريوات ديالنا. وفي هذه الاثناء شعلت الفران. يعني فاش بديت كنشكل البريوات ديالنا شعلت الفران كيسخن على 240 درجه. فبعد ما كندهن البريوات ديالنا كندخلهم الفران غير كيتشمعوا كنزل الحراره ل 180 درجه حتى يعني كيطيبوا وكيتورقوا كياخذوا داك اللون الذهبي وتنخرجهم. فاخواتي هذيك الكميه ديال الدقيق عطاتني هاد اللاطه عطاتني لاطه اخرى يعني كتعطينا واحد الكميه وفيره. يعني اخواتي بعد ما خرجت البريوات ديالنا من الفران هانتوما كتسمعوا القرمشه ديالهم كيجيو مقرمشين وكيجيو هشاش في نفس الوقت. نتمنى اخواتي الوصفه اليوم تجربوها تعجبكم. الى عجباتكم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم. وفي الاخير كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على التشجيع ديالكم، شكرا على المشاهده والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.